يا صباح الفل وصباح الرزق وصباح النشاط وصباح كل حاجة حلوة عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وأحسن حال. وحشتوني من آخر فيديو نزلته معاكم، بحبكم في الله. طبعا في بداية الفيديو هتتصدموا من المنظر، بس أنا وعدكم إن كمان شوية يعني الموقف ده كأنه لم يكن، والحياة دي اللي انتوا شايفينها دي كلها هتتوضب، كل حاجة ترجع مكانها. فيديو النهاردة هننضف وهنروج وهنطبخ، وكمان في مشتريات في الكيسة دي هنشوفها مع بعض، وفيديو مليان بصراحة النهاردة أحداث كتير، ولسه بقى مش عارفين ايه اللي هيحصل، بس ان شاء الله بإذن الله الفيديو هيعجبكم. ليه؟ لأن انتوا هتاخدوا منه طاقة حلوة كده تخليكم تقوموا تشوفوا شغلكم وترتبوا حياتكم وتقوموا تعملوا شوية أكل كده لولادكم. فالموضوع فيه طاقة حلوة كده تكتسبوها من الفيديو. يلا بينا ندخل على الفيديو النهاردة ونشوف اللي ورانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا انتوا كلكم اتخضيتوا. أم يوسف، هو ده مطبخك الجديد؟ هو ايه اللي حصل له كده؟ هو ايه الكركبة دي كلها؟ عايزة اقول لكم والله ان كانت يعني كنت تعبانة، وانا قلت لكم ان الفيديوهات متصورة يعني على فترات كده، مش بتكون ورا بعضيها او مش بتكون متتالية يعني. فانا كنت تعبانة وما كنتش ليا نفسي ان انا ادخل المطبخ خالص، ولا ان انا حتى اعمل اكل ولا اي حاجة. فابو يوسف كان جايب اكل جاهز من بره زي ما انتم شايفين، كشري وطواجن مكرونة. فالولاد اكلوا، وكالعادة يعني انتوا عارفين البيت من غير ست يعني يبقى عامل زي الخراب، او ملوش اي 30 لازمة، ولا بيعرفوا يتصرفوا ولا يعملوا اي حاجة. كويس ان انا اصلا قبل ما اتعب كده، وقبل ما ان انا اغيب عن المطبخ وابعد عن ان انا ادخل كده زي كل يوم زي العادة بتاعتي، كويس ان انا كنت غاسلة المواعين ومفضية الحوض، والا كنت دخلت لقيته ايه؟ مش مطبخ، لقيته مقلب زبالة. لأن فعلا البداية كانت مبشرة يعني إن هو هيوصل للمرحلة دي. بس الحمد لله استعنت كده بالله وقمت ودخلت مطبخي وفتحت الشباك، دخل الشمس ودخل الهواء، وقمت كده ايه لميت العلب بتاعة الكشري والأكياس والحاجات اللي كانت يعني مبهدلة الدنيا دي كلها، جمعتها في كيسة كده وحطيتها ايه في الزبالة عزكم الله. ودخلت برضو هنا على الرخامة بواقي الأكل كلها، حطيتها في علبة الفراخ. وهبدأ اللي هو الحاجات اللي تنفع تتحط في التلاجة، خضار مثلا، علبة جبنة، الكلام ده كله أحطها في التلاجة، والحاجات اللي هي مش هتتاكل بواقي الأكل يعني الحاجات دي كلها أحطها في علبة الفراخ وأطلع أكل بيها الفراخ. عشان كده دايما تلاقوني أقول لكم إن الفراخ البيت يعني الفراخ البلدي في البيت خير. أول حاجة بنستفاد من البيض بتاعها وبنستفاد منها من لحمها يعني. تاني حاجة بتنفعنا إن احنا ايه، مش بنرمي بواقي الأكل. يعني في ناس ما عندهاش، مش مربية طيور، فتلاقوها كده تجيب كيسة وتحط فيها بواقي الأكل كلها وترميها في باسكت الزبالة. طبعا لا، دي نعمة ربنا فاحنا بنستفاد بيها. أكيد كل بيت بيبقى فيه بواقي أكل تفيض منه. يعني أنا كان عندي طبيخ احنا أكلنا فيه أول يوم وتاني يوم واتبقى منه تاني، خلاص طبعا مش هيرضوا ياكلوا فيه تاني، فانا عايزه اغسل المواعين واجمعها كلها. اضطريت ان انا ايه اكب الاكل كله اللي هو بيتبقى يعني بواقي الاكل اكبها فين؟ للفراخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قلت كده قبل ما ادخل كده في تنظيفات المطبخ واشوف اليوم فيه ايه، قبل ما اتلخم يعني، قلت اعمل لهم كده فطار سريع. فبصراحة مش عايزة أكركب مواعين أكتر من المواعين اللي هي في الحوض. جبت طبق واحد بس مفيش غيره، حطيت فيه طعمية، وجيت كده على الجنب فضيت كيس المسقعة. وكمان جبت طبق تاني غرفت فيه السلطة، حطيت فيه السلطة. والجبنة بصراحة ما غرفتهاش في طبق، لأن أنا عارفاهم هما مش هياكلوها كده، هيعملوها سندوتشات. فحطيت معلقة في علبة الجبنة نفسها أفرد لهم بيها سندوتش. انا كل ده مش عايزه اكركب مواعين كتير، لان انا فعلا يعني تعبانه مش قادره ان انا اقف في المطبخ اكتر من كده. في التلاجة بقى وانا بفتح كده لقيت فيه كيس طماطم، وكيس كمان وكيس تاني فيه طماطميتين. انا بقول لكم كل ما يستعملوا حاجه يحطوها كده عشوائي، مواعين يستعملوها، كوبايات، حاجات دي كلها. فقلت لا، بدل ما الطماطم في التلاجة اتحطت على بعضيها وتبوظ وكده، فقلت انها نطلعها نعملها صلصه. تعالوا كده نشوف المشتريات اللي انا جبتها لمطبخي. يعني مش اللي هي مشتريات يعني، بس جبت حاجات كده فقلت اما اوريها لكم. في الاول كنت جايبه كراسات لرودي كان طالبينها منها، جايبه لها توك شعر. وهنا جبت طقم الكوبايات ده، هو طبعا مطرب زي كده من عند البياع مطرب، بس انا حبيت كوبايه الساده اكتر. يعني انا عندي كوبايات مرسومه بس الساده احلى واشيك في التقديم. فلقيت الطقم كان ناقص منه كوبايه، هو طبعا نزل لي من سعره علشان في كوباية كانت مكسورة منه، بس لقيت عجبني يعني شكل الكوباية وحجمها.
وجبت برضه 6 كوبايات تانية نفس الشكل كده بس مربعين ومرسوم عليهم كده رسمة ايه القهوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش مشتريات يعني، هم طاجنين كوبايات بس تمام، بس ضروريين يعني، لأن الكوبايات اللي عندي كلها كل طقم كده تلاقوه متكسر منه كوباية واتنين وتلاتة. فتلاقوني كده لما يجي عنده ضيوف عدد يعني ست أفراد أو كده، وبيوسف يقول اعمل لي شاي، أدخل لهم الصينية فيها كل الألوانات وكل الأشكال وكل المقاسات، بيبقى شكلهم مش متناسق ومش حلوين خالص. فعشان كده جبت كوبايات المرة دي ايه جديدة كده، وقلت اعينهم زي ما هما كده على الصينية، يبقى دول معروفين ان هما للضيوف. اما انا بقى في البيت انا والولاد، فاحنا ملناش يعني مؤخرا مبقيش لنا في المشروبات خالص، انا بس اللي بشرب قهوة، والكوباية بتاعتي بتبقى ايه يعني بعيدة كده عن الحوض وعن كركبة المواعين دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دخلت هنا على غسيل الكوبايات والمجات، طبعا انا بغسل وبعلق على طول، مش بدي فرصة ان انا اركن حاجة، تمام، على طول كده باروح معلقاها في العليقة بتاعتهم. ودخلت على غسيل المواعين، مش هياخدوا ان شاء الله معايا وقت، هم قليلين خالص. طبعا انا بحاول ان انا افضي المطبخ من الكركبه اللي كانت فيه وانضفه كده، واجهز برضو ايه شويه حاجات للولاد، هعمل اكل، وفي نفس الوقت شويه الطماطم اللي عندي في التلاجة زي ما قلت لكم، كيسه على كيسه، يعني كيسه كان فيها كام طماطمايه، وكيسه تانية وشويه كانوا في العلبه بتاعه الطماطم دي. فالمهم لقيت لا يعني الطماطم هتقعد في التلاجة هتبوظ، فأصلصلها وأعملها صلصة وأحطها في التلاجة مش في الفريزر، هي مش تستاهل يعني إن هي تبقى كمية وتتخزن، لأ بس أعينها في التلاجة كده في علبة أو في برطمان، واستعملها بدل ما لما أجي أستعمل طماطم لسه هاضرب في الخلاط وكده، يعني أسهل على نفسي شوية، وبيني وبينكم برضه إن أنا أستفاد بالطماطم بدل ما أخسرها يعني تبوظ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عايزة من خلال الفيديو ده أشكركم على كلامكم وتعليقاتكم ودعواتكم اللي انتوا كتبتوها لي على الفيديو اللي فات، أنا يعني قرأت كل التعليقات، وشكرا لأن انتوا حاسين بيا. أنا عارفة إن شاء الله فترة هتعدي، بس والله أنا قلت لكم يعني بدون سابق إنذار كده وبدون سبب، هي بس الواحد حالة نفسية كده جت عليه لحظة اكتئب وحزن وزعل على حاجات كتير حصلت له، حاجات مثلا بتحصل له وهو ملوش ذنب فيها، وكمان على يعني مش عارفة مش هينفع أوضح، بس الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد، ربنا ما بيجيبلناش شر، أنا دايما مقتنعة بكده إن ربنا مش بيجيب لنا شر، حتى الحاجة اللي احنا بنحسبها شر لينا كل الناس بتشوفها شر لينا هي بتبقى خير عند ربنا، إن ربنا بيشيل عننا ابتلاء عظيم بابتلاء أخف، فالحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. غسلت الطماطم، وطبعا بشيل الحتة اللي فيها لو فيها حاجة كده مش حلوة، يعني حاجة ملسوعة كده، يعني لإن قُلت له الطماطم دي ليها فترة عندي في التلاجة، فاللي هو باضبّط كده أشوف الحاجات الكويسة اللي ينفع، هي كلّها والله كويسة يعني ما فيهاش حاجة خالص، وباقطّعها كده تقطيع عشوائي واحطّها في الحلة. هتشوفوا معايا طريقتي في عمل الصلصة، مش طريقتي، هي طريقتنا كلّنا، بس أنا باحب في ناس بتضرب الطماطم في الخلاط أو تخلط الطماطم وبعدين تسبّكها على النار، أنا باحب أسبّكها كده الأول وبعدين أروح خالطاها وانعمها وبعدين اروح اسبكها تاني، كده عندي الصلصة متسبكة، يعني استعملها في اي طبخة وانا مطمنة. تقريبا دي يعني كلنا بنعمل الطريقة دي، تمام، بس زي ما قلت لكم في ناس بتضرب على طول او بتخلط الطماطم الاول، مش بتخليها تعدي في المرحلة اللي هي الاولانية دي ان هي تغلي على النار. انا والله عايزة اجيب يعني ايه قفص طماطم كبير واعمله صلصة واعينه في التلاجة لرمضان ولغير رمضان، يعني رمضان مش هيبقى كل يوم نستعمل الطماطم والصلصة والطبيخ والكلام ده كله، رمضان بيجي برزقه والله، بس الفكرة في ايه في توفير الوقت، او بمعنى اصح برضو ان الطماطم مع دخلة الصيف بتغلى، تمام، احنا فين والصيف فين يا ام يوسف، بس والله بيجي عليها لحظة كده لما الطماطم بتبقى رخيصة في السوق وتبقى مالية الدنيا، والناس اللي هي تقول لك ايه اللي هاشتري واخزن ليه، ما هي كل يوم بتلف على البيبان ومالية السوق وفي كل حتة وسعرها رخيص و3 كيلو ب10، يعني الناس تبقى متطمنة كده تيجي مرة واحدة كده الطماطم في يوم وليلة نبص نلاقي الكيلو وصل 10 15 20، مرة وصل 40 في نفس يعني ما بين ما كان الكيلو ب5 وصل للكيلو ب40، فعشان كده الواحد يعمل احتياطاته، يعني أصلا دلوقتي مبيبقيش في أمان والله العظيم، كل حاجة دلوقتي بقت ترفع ما بين يعني لمح البصر،
فالحمد لله الواحد على قد ما يقدر يجيب، بس على قد إمكانياته، مش هيزنّق نَفْسه أو يبوّظ ميزانيته في التخزينات والتفريزات والحاجات دي كلّها، الحاجة المتاحة عنده متوفّرة يعملها. طبعًا أنا كنت مسحت البوتاجاز وغسلته يعني، وكمان إيه، اللهم صل على النبي، كنت مسحت برضه الأرض والرخام نضيف زي ما شُفتوا كده، كل حاجة الحمد لله مترتبة، والطماطم كانت على النار بتغلي. هنا لقيت عندي كيس بطاطا، عايزة أقول لكم إن ليه أكتر من شهر والله العظيم. أنتم ممكن ما تصدقوش الكلام ده، بس والله العظيم ليه أكتر من شهر، شهر إيه، ده أكتر بكتير كمان من شهر. أفتكر إن أبو يوسف كان جايبه من بدري وكان أكتر من كده، بس أنا عندي ولادي محمود ورودي بيحبوا البطاطا نيّة والله أمسكه أكلمكم كده، يجيبوا البطاطا دي يقشروها وياكلوها نيّة كده. ف هم اتسلّوا عليها، يعني هو الكيسة كانت كبيرة، اتسلّوا عليها، يجيبوا السكينة كده أو خُدي يا ماما هاتي المبشرة كده ويقشّروا، أو قشّري لنا يا ماما وبياكلوها كده، تمام، عاملين زي الأنارب أو الأرانب، المنطقة صح والّا غلط؟ لأ أرانب، اللي هو إيه، بيحبوا الخضار كده الني. فاللهم صل على سيدنا النبي، ركنت أنا الكيس وقُلت في مرّة كده أشغّل الفرن واشويه، بعدين نسيت، فجيت النهارده كده يعني لقيته كده قصادي، فقُلت والله بدل ما البطاطا تبوظ خسارة والله، مش مسألة بُخل ولا حاجة، بس إيه، حرام من نِعَم ربنا دي، يعني لمّا اللي هو نتبطّر عليها ونرميها، ربنا بتزول من وشنا. والبطاطا أصلًا مفيدة وحلوة، فقُلت خلاص الكام واحدة اللي متبقيين دول هاعملهم النهارده للولاد بطريقة حلوة كده وسريعة من غير فرن ولا أي حاجة، يعني كنوع من التحلية كده أو تصبيرة على بال ما أخلّص تحضير الأكل. طبعًا غسلت البطاطا وبدأت إن أنا إيه، أقشّر، أنا عندي مكشرتين، فجِبت واحدة فيهم لقيتها باردة خالص ومش بتقشّر معايا، رُحت جِبت التانية، ما شاء الله كده إيه، سريعًا كده ما أخدوش معايا وقت. لو تلاحظوا كده في الأول وأنا بافتح كيس البطاطا كان فيهم واحدة بدأت تربي إيه، زرع كده طالع منها. أنا بازرع البطاطا على فكرة من وأنا يعني من قبل ما أتجوز، وأنا في بيت أبويا كنت باحب إن أنا أزرع البطاطا، اللي هو أحطها في مَيّة في كوباية كده، أختار بطاطاية يكون ليها جذور كده طالعة من تحت، وأروح حاطاها في كوباية مَيّة. على فكرة نبات البطاطا ده بيتسلق على الحيطان وبيكبر بطريقة رهيبة، بينمو بسرعة، وفي الضلة كمان مش محتاج شمس ولا أي حاجة، ولا محتاج أي حاجة إضافات، هي مَيّة بس مش أكتر. فأنا أفتكر والله العظيم عند بيت أبويا كان عندنا رُكن كده في المنظرة بتاعة الضيوف، كنت حاطة كام واحدة من البطاطا في كوبايات شكلها حلو كده، وكانت عاملة عيدان كده وورق شكله حلو خالص، وكانت ماشية على الحيطة، وأنا كنت داجة لها مسامير رفيّعة خالص في الحيطان وعاملة خيوط كده صغيّرة عشان تلِف عليها وتتسلق عليها يعني. فكانت مديّة شكل جمالي ما أقولكوش عامل إزاي، كإنها نبات زينة، يعني كإن نبات، اللي عارفين النبات الزينة اللي هو البلاستيك ده، كإنه هو تمام، وكانت مالية الدنيا وقتها ده، كانت يعني بتكبر بسرعة وكانت مالية الدنيا كلّه. بس بعدين من بعد ما اتجوزت أنا ما حدش عمل الحركة دي تاني حتى مِنّة برضه ما عملتهاش لإن ما عندهاش طولة بال للحاجات دي، أنا كنت باحب الحاجات اللي زي كده. اللهم صل على سيدنا النبي، عملتها برضه عندي في شقتي بعد ما اتجوزت، كنت زارعة كام واحدة على حوض المطبخ، بس بعدين لقيت إن هي بدأت تلِم إيه، عشان المَيّة وعشان كده لقيت إن هي بتعمل الهاموش ده أو الناموس الصغير، فرُحت شِلتها. فالنهارده افتكرت كده وأنا باغسل البطاطا، لقيتها كده مطلّعة نبات صغير، فقُلت ياه! لو أحطها في الكوباية دي مع شوية مَيّة وتعمل لي منظر حلو، بس بعدين قُلت يالّا هي مش مشكلة، باعملها مرّة تانية، ورُحت قشّرت كل البطاطا. بعد ما غسلتها كويس وقطعتها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، رشيت عليها شوية سكر وحطيت عليها كوباية مَيّة صغيرة خالص، واسيبها تتسلق كده هتبقى مسكرة وحلوة. الطماطم كنت طفيت عليها النار، اتسبكت وغليت وهي قطع. جبت هنا الهاند بلندر، صراحة ده يعني منجز، منجز بمعنى الكلمة. أنا باخاف عليه صراحة إن هو يبوظ وكده، فباستعمله في حاجات محدودة، مش باستعمله باستمرار، تمام، لإن لمّا باشتغل بيه شوية باحس إن الموتور بتاعه سخن جامد، فباخاف إن هو يتحرق مني ويبوظ. فشغّلته كده وبدأت إن أنا أضرب الطماطم في الحلة زي ما هي كده، تمام، ولا أحتاج شفشة خلاط ولا أخلط ولا أعبّي ولا الكلام ده، هي في نفس الحلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعّم الطماطم كويس كده، لو عايزين نصفّيها ما فيش مشكلة نصفّيها، عايزين نخلّيها كده، أنا عامةً يعني ضربتها ونعّمتها خالص، فمش محتاجة إن هي تتصفّى.
هاسيبها برضه بعد ما أخلّص كده وأنعّمها كويس، هاروح سايباها تغلي كمان شوية لحد لمّا حجمها يقِل، عايزاها تبقى متسبِّكة، تبقى كده حاجة إيه مركّزة، يعني أنا لو احتاجت في الطبخة معلقتين 3 من الصلصة دي، أبقى متطمنة إن هُم إيه، يعني طماطم مركّزة، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برضه كل شوية كده هابُص على البطاطا علشان إيه، ما تتلسعش معايا، يعني عشان ما تتلسعش من الحلة، لإن أنا حاطة لها كوباية مَيّة صغيرة، عارفين كوباية القهوة اللي أنا باشرب فيها القهوة دي، حطيت مالية الكوباية بس مش أكتر، السكر يتكرمل كده والمَيّة دي هتخلّيها تطلّع بخار، البخار يخلّيها تستوي، وتاكلوا أحلى بطاطا سريعة بدون شوي وبدون فرن، ويعني وسهلة بالشوكة كده إن وأنتم قاعدين كده تنقنقوا فيها تلاقوا نفسكم كده إيه، أكلتوا كمية منها ما شاء الله، هي مغذية أصلًا يعني. في الوقت ده برضه قُلت إيه، أعوّض الولاد. أنا يعني اليومين اللي فاتوا دول نفسيتي والله كانت تحت الصفر، ما كنتش باعمل أكل، وكنت يعني لا أنا باكل ولا بقى هُم بياكلوا، أصل طالما أنا مش هاعمل أكل، طالما أنا مش موجودة وسطيهم مش هياكلوا، حتى لو الأكل معمول لهم مش هياكلوا. يعني أنا كنت باقوم كده واحضّر لهم مثلًا أبو يوسف يجيب لهم أكل من برّه أو حاجة زي كده، أحط لهم في الأطباق واحط لهم الأكل، بس أنا مش قاعدة وسطيهم، كان ولادي ما بياكلوش وكان الأكل بيتساب زي ما هو. طبعًا ربنا ما يحرم أولاد من أمهم يا رب ولا أم من أولادها. أنا باقول لكم بصراحة والله العظيم أنا كنت عايشة معاهم في الشِّقّة، بس أنا في وادي تاني، في عالم تاني، ييجيني لحظة كده خلاص أنا فصلت عن الدنيا وما فيها، يعني مش عايزة أقول لكم إن كنت خلاص على وشك إن أنا أدخل في مرحلة اكتئاب. مهما كنت باحط لولادي أكل ومهما باقعد معاهم وأتكلم معاهم، بس ده برضه ما كانش محسسهم بوجودي، يعني كانوا برضه الولاد حاسين إن أنا غايبة عنهم. أحط الأكل لأ، ما مش بياكلوا كالعادة يعني. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. فقُلت النهارده كده أعمل لهم أكل كده سريع كده وحلو وأعوّضهم. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، قُلت أعمل لنفسي إيه، كوباية شاي كده وأنا شغالة أفوّق بيها واللي هو أصحصح كده شوية. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطيت قطع الدهن الأول ساحت شوية فكِّت، وحطيت جزراية، حطيت بصلاية عشان أعمل شوية شوربة حلوين كده يبقى نكهتهم حلوة، وحطيت بعد كده إيه اللحمة وأفضل أشوّح فيها كده لحد لمّا تغيّر لونها، يغيّر من كل ناحية وتقفل كده على المسام بتاعتها، فتبقى طعمها كده حلو وليها نكهتها محتفظة بيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صُب كده كوباية الشاي العظمة دي عشان إيه، يعني تخلّيني أفوّق كده وأركّز. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وأبدأ إن أنا أزوّد اللحمة بعد ما اتصدمت معايا أزوّدها مَيّة سخنة، دي أهم حاجة، هازوّدها مَيّة وأخلّيها تستوي على نار هادية. في الوقت ده كنت إيه، جِبت ربع كيلو فاصوليا، وبدأت إن أنا أنجّيه لو في أي حاجة مش كويسة باشيلها. وكمان اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، حاطة على النار هنا مَيّة في الكنكة دي بتسخن بتغلي، يعني عايزاها تغلي كده علشان آمم أنقع الفاصوليا فيها. يُفضّل طبعًا لو ننقعها من قبليها ب3، 4 ساعات أو من بالليل هتطلع معانا تحفة، تمام. بس أنا كده عشان أسرّع كده وأنجز، فأنا هانقعها في مَيّة سخنة. البطاطا استوت وأخدت طعم السكر المتكرمل ده، ما شاء الله طعمها حلو. هاطلّعها كده من الحلة عشان أغسل الحلة دي، مش عايزة يعني عايزة أطلع من المطبخ ما يكونش فيه مواعين تاني، يبقى كده بيشِف وبيرِف ونضيف. فهاحطها كده في الطبق كده، واحطها على الرخامة الولاد تبقى سهلة عليهم، احط معاها شوكة كده أو شوكتين كده على الطبق، فاللي عايز ياكل يلقط له كام واحدة كده وهو ماشي تصبيرة على بال ما أعمل الأكل. هنا كانت المَيّة غليت معايا، اللهم صل على سيدنا النبي. أنا على فكرة اتكبِّت على إيدي مَيّة سخنة بتغلي، بس الواحد الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربنا يجيرنا من حر جهنم وعذاب جهنم ونار جهنم يا رب. وأنا بانقل الحلة كده وباعبيها مَيّة سخنة، راحت الحلة مالت على إيدي والمَيّة اتدلقت على إيدي. بس أنتم عارفين أصلًا سِت البيت بتستحمل، مَيّة تتدلق عليها، تتلسع في النار، تتعور في سكينة، بتكمّل يومها عادي، الحمد لله. حطيت كده بصل فرمته في الكبة، ده اللي هنعمل بيه التقلية بتاعة الفاصوليا. فأنا قُلت كده على بال ما اللحمة تستوي والفاصوليا تتنقع، أكون أنا يعني اشتغلت في التقلية بتاعتها، فاللي هو أطبّق الأكلة كده مرّة واحدة وأريّح دماغي وأخلّص. حطيت سمنة، تمام، لقيتها إنها كتيرة فشِلت منها حتّة،
تمام. والبصل كنت فرمته في الكبة كده نعمته. أنا عايزة أقول لكم إن البصل الأبيض ده أنا مش باحبه، ما باحبش طبيخه خالص ولا باحب أستعمله، بس هو ده اللي متوفر يعني، فالواحد مضطر يعني إن هو يستعمله. وكمان عايزة أقول لكم إن هو ما لوش عمر أصلًا، يعني لو جبتِ منه كمية تلاقيها بعد كام يوم كده باظت، مش زي البصل الأحمر. بس طبعًا البصل الأحمر فين دلوقتي؟ ما بيجيبوش غير أثرياء القوم، الناس اللي ما شاء الله يعني معدية. ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب من واسع فضله. الطماطم خلاص اتسبكت، طفيت عليها علشان تبرد واعبيها زي ما قلت لكم في علبة كده واعينها في التلاجة. والبصلة كانت خلاص دبلت معايا ودخلت في اللون الأصفر، حطيت لها شوية من الملح والفلفل الأسمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقريبا هنا كانت اللحمة استوت وطفيت عليها. بُصّوا بقى الخطوة دي فكّرتني بنفْسي زمان، اللي هو كنا أمي تعمل التجلية وكنا كل واحد فينا يجيب كده رغيف العيش وعايز حتّة من التجلية اللي متحمّرة اللي هي يعني البصلة دي قبل ما يتضاف لها طماطم، طعمها مسكّر كده وحلوة. فأنا أفتكر إن كلّنا كنا كده عشان كده أنا افتكرت الموقف وعملت لنفْسي ساندوتش من التجلية الصغيّرة دي، يعني ساندوتش صغيّر كده. هنا بقى إيه، بعد ما البصلة أخدت اللون الأصفر الحلو رُحت نزلت عليها بكبشتين بس من عصير الطماطم مش أكتر. تمام. لإن الطماطم مركّزة زي ما قُلت لكم. بعد برضه ما أخدوا مع البصلة كده أخدوا وِدّوا كده واتسبّكوا مع بعض البصلة عصير الطماطم، فنزلت عليها باللحمة اللي كانت يعني ما شاء الله كده استوت وما أخدتش وقت معايا. ده طبعًا لإن الدبيحة صغيّرة، لكن لو كل ما الدبيحة تكون كبيرة بتغيب عن النار اللحمة بتاعتها. خلاص كده أنا خلّصت الأساسيات، وعلى فكرة الأساسيات دي طالما خلصت كل حاجة بتبقى سهلة وبتخلص بعدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا الفاصوليا كنت شغّلت عليها النار اللهم صل عليك يا نبي والشوربة. تمام. أخدت منها كده في الحلة الصغيرة دي عشان أعمل طبق ملوخية، للي حابب إن هو ياكل جنب الفاصوليا ملوخية. فأنا حطيت الحلة يعني جنب دي، أخدت الأول معلقتين صلصة فيها في الحلة الفاضية وبعدين زوّدت لها شوربة، وهازوّد لها مكعب مرقة وبكده أكون عملت إيه، شوربة للملوخية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا كنت باعمل شوربة شوفان مع الأكلة دي، بس لإن خلّصت فإيه، اكتفيت النهارده بالملوخية والفاصوليا والشوربة بتاعة اللحمة بس مش أكتر من كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بصوا كان خلاص يعني إيه اللي كمان باعمل هنا الرز بالشعرية، كنت حاطة الشعرية كده تتحمر، وجهزت الملوخية كده اللي أنا إيه هاحطها في أكرم بيها الملوخية بتاعتي. تمام. كنت يعني شوية ملوخية كده ورق صحيح ورحت إيه فركناهم لحد ما يبقوا ناعمين بالشكل ده. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلصت كده الملوخية تقريبا كده الأكلة دي كلها خلصت أصلا. نيجي بقى للرز، حطيت الشعرية زي ما شفتوا كده اصفرت، وبعدين رُحت حطيت إيه، الرز عليه كنت غاسلاه وسايباه يتنقع كده لحد ما بييجي إيه، ما فيهوش مَيّة خالص. هاحط برضه على الرز هنا مكعب مرقة. طبعًا أنا عايزة أقول لكم إن كان الأكل ما شاء الله ريحته حلوة، بس الواحد ما لوش نِفْس ياكل، بس بجد والله كانت ريحته جايبة آخر الدنيا. حتى الولاد بيقولوا لي: "يا ماما والله ريحة الأكل حلو، أخيرًا هناكل يعني أكل كده حلو." بس للأسف يعني أنا ما أكلتش معاهم، فهُم ما أكلوش معايا أو أكلوا بسرعة وقاموا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرز هنا على النار والبسلة استوت والملوخية كده طشت لها، يا سلام على ريحة الطشة بتاعتها. تمام. والفاصوليا بتستوي كده الحمد لله أنجزت وخلصت، ويعني الواحد راضي عن يومه وراضي والله عن نفسه. الحمد لله رب العالمين. بعد الفاصوليا كده ما استوت رحت ايه صفيتها وغسلتها كويس وضفتها للطبق بتاعنا. تمام. وده كده كان شكل الأكل طبعا بعد ما خلصت اللحمة والملوخية ومخلل مشكل ورز بالشعرية، وكمان اللهم صل على سيدنا النبي طبق فاصوليا كده حلو محترم. ده كان يوم النهاردة وده كان فيديو النهاردة، يعني أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله ربنا يعيني ويقويني وأرد على كل تعليقاتكم، وأي حد ليه استفسار كتبهولي في الكومنتات ربنا إن شاء الله يقويني ويقدرني وأرد على كل التعليقات بإذن الله تعالى. سيبكم كده تستمتعوا بمنظر الأكل
واقفل الفيديو معاكم على كده، وانتظروني إن شاء الله لو لينا عمر في فيديو جديد بإذن الله تعالى.